اسمي مريم، واللي هقوله دلوقتي مش قصة واحدة، دي حكاية بيوت كتير حوالينا بتتقفل أبوابها ويبدأ جواها وجع محدش شايفه. قبل ما أكمل، لو أول مرة تيجوا القناة اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة علشان اللي جاي مش حكاية للتسلية. دي أسرار حياة ستات كتير عايشاها في صمت، وعمري ما حكيت اللي حصلي لأي حد. في مجتمعنا مش كل البيوت مرفهة، ولا كل الجوازات مبنية على حب. في بيوت شكلها من برا مستقر، ومن جوا المرأة فيها بتختنق كل يوم. جوزي ما كانش بيضرب ولا بيشتم، بس كان أبرد من الإهمال نفسه. يوفر الأكل والشرب، لكن عمره ما وفر أمان. كنت أعيش معاه لكن عمري ما حسيت إني زوجة. لا كلمة حلوة ولا سؤال ولا إحساس إن في حد شايفني. في بيوت كتير الست بتشتغل وتطبخ وتنظف وتسكت، والسكوت هنا مش رضا، ده خوف. اتجوزت مش علشان كنت بحبه، لكن علشان الظروف. قالوا راجل محترم، شغله ثابت وبيته مفتوح، ومحدش سأل هي هتعيش ازاي. مرت الأيام وأنا بستحمل علشان البيت ما يخربش، بستحمل علشان الست لازم تصبر، لكن الصبر لما يزيد بيبقى ذل. في يوم اكتشفت إن ابتسامته مش ليا. مكالمات طويلة، انشغال دايم، وفي مكالمة فيديو شفت اللي خلاني أفهم إني برا حياته. ما عملتش فضيحة ولا صرخت، لأن الست هنا لما تتكلم تبقى هي الغلطانة. فضلت عايشة جسدا موجود وقلبا مكسور، لحد ما وصلت المرحلة إني بقيت مش حابة الحياة. ساعتها بس فهمت إن في جوازات الطلاق فيها رحمة. قرار الطلاق ما كانش سهل لكن كان ضروري. رجعت بيت أهلي، بيت بسيط بس فيه كرامة. يمكن ما فيش رفاهية، بس فيه أمان. النهاردة بحكي علشان أي ست سمعاني تعرف إن مش كل بيت مقفول يبقى سعيد، ومش كل ست ساكتة تبقى راضية. دي كانت قصتي، قصة واقعية من المجتمع، بتتكرر كل يوم، بس قليل اللي بيحكيها.